السلام عليكم، تحياتي لكم وتحياتي للجميع. هادشي اللي غادي تسمعوا اليوم اخوتي المغاربه هادشي صادم وواقع حقيقي كنعيشوه. هادشي واقع حقيقي، ماشي دعايه او بوز او شي حاجه. هادشي حقيقي كنعيشوه وبصح نيت، حيت ما يمكنش بنادم غادي يتكلم ويقول لك باننا حنا كناكلوا الكاغيط غير من فراغ. ما يمكنش بشي واحد مسؤول برلماني اللي كيمثل واحد الفئه ديال المجتمع ويخرج بهاد التصريحات ويكون هادشي غير مزيف. لا اظن بان هادشي مزيف، انه هادشي حقيقي كنعيشوه، وربما كنا كنعيشوه سنوات. علاش هادشي كنا كنعيشوه سنوات؟ نقدر نقول لكم ربما سبب الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا هي الاسباب اللي خلات المغرب يوصل للدرجه ديال باش ما تكونش عنده واحد الاكتفاء الذاتي في الطحين، يعني في الزرع، في القمح اولا في الذرة اولا ربما انا ما اعتقد هذا هو السبب علاش المغرب وصل لهاد الدرجه ديال باش يولي كيطحن الكاغيط. ولكن شكون؟ واش بموافقه الدوله او شركات كتحاول تخدم في الخفاء باش تكسب من وراء هادشي اموال، يعني بحال كتقول النصب على المغاربه. و كيفاش غادي نشرح في هذا الموضوع هذا؟ انه سربيس ديجان معروفه المراقبه ديال المواد الغذائيه وفي جميع الاماكن. علاش اللي ما كتمشيش تراقب هاد الشركات اللي كبرى؟ ما فهمتش علاش. واش عندهم حصانه؟ واش عطيهم الدوله ترخيص انها تحل الكاغيط وتعطيه للشعب؟ ما نعرف، حيت على ما اظن انايا كتكون المراقبه على المحلات الصغرى، انما المحلات الكبرى والشركات الكبرى الوزينات لا اظن كتكون هذه المراقبه في هذه المحل، في هذه الشركات هادو اولا في هذه الوزينات هادو. ما كنظنش. كيكون ودائما نغتل هذه الفرصه هذه وغنتكلم عليها. علاش حنا في المغرب سبحان الله العظيم دائما كنمشيو لهذاك اللي فقير، اللي ما عندوش، اللي كيكون بسيط، اللي يلاه مبتدئ؟ بحالاش نقدروا نمشيو مثلا، كنمشيو فين كنديروا المراقبه؟ كنمشيو للمخبازه، كنمشيو للبقال، كنمشيو فين؟ كنمشيو عند شي جزار ميزانه، وكنخليو شركه قدها قد الخلا اولا وزين قدو قد الخلا، ما كيشوف فيه حتى شي واحد اللي ما نعرف شنو كاين تما، وما كيمشي حتى واحد يراقب اولا يشوف ولا حتى واحد. ان علاش؟ عنده حصانه. هذاك مخدم 400 ديال البشر غيحبس البشر. انا ما كنظنش الدوله كتفكر هكا. انا ما كنظنش الدوله كتفكر بحال هكا ديال عنده 400 ديال البشر. لا ما كتفكرش هكا. ولكن كاين حصانه. الا ما كانتش حصانه عطيها للدوله، كاينه واحد الحصانه لعبه تمايا. كنهضروا واقعيا، حنا مغاربه وكنعرفوا شنو كيدور في البلاد ديالنا. ما يمكنش مخده لك تحط عليها راسك كتعرف شنو كاين تحت منها، شنو وسط منها. اوكي، هادشي اللي كنظن انايا. حيت ما يمكنش المغرب يبقى ياكل الكاغيط اصاحبي. الا كنا كناكلوا الكاغيط وهذا قال لك خرج بهذاك، يعني كناكلوا شي حاجه اخرى من غير الكاغيط. كاينه شي حاجه اخرى من غير الكاغيط. هذا هدر قال لك الكاغيط، شي حاجه اخرى عاوتاني ما كنعرفوهاش. والله خرج ما نعرف شنو غيقول لك عاوتاني. يخرج شي واحد يقول لك شي حاجه انه هذا مسؤول سياسي برلماني
كيمثل واحد الفئة من المجتمع. راه ماشي ساهلة اصاحبي، راه ماشي ساهلة. الا كان هاد الشخص غير كيتكلم غير هكاك، انا دائما كنتكلم على محاربة الاحتكار السياسي دائما. علاش الاحتكار السياسي؟ حيت الاحتكار السياسي حتى الاحتكار السياسي في البرلمانيين، اللي واحد كيورث واحد، اللي واحد ما كيعرفش، ما عندوش حتى شهاده ابتدائيه وعينوض يدافع عليا انا. هذا الشيء راه الحماق، هذا الحماق. انا يدافع عليا، علاش يدافع عليا انايا؟ هذا يدافع عليا واحد ما عندوش حتى الشهاده الابتدائيه. شنو زعما اش من شخصيه عنده؟ يدافع عليا انا حيت كيعرف يغوت ولا شنو؟ هذا حماق. حنا في 2025 اصاحبي. ما عارف والله، ما بقيت كنفهم شي حاجه وحق الله. المهم خوتي، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم.